السلام عليكم، أنا معاكم عمرو مراد، مهندس صوت ميكس وماستر، مؤسس وصاحب حلم من الخدمات الإعلامية. أنا من المهتمين جدا بعلم الصوت وعلم الأكوستكس بالأخص. الفترة دي بحضر شوية فيديوهات معمولة كده بمزاج، وهجتهد على قد ما أقدر فيها إن أنا أقدم المعلومة بشكل يكون بسيط جدا، ونحاول كلنا نساعد بعض إن إحنا نسمع صح. أول فيديو إحنا كنا حابين نتكلم فيه عن المعالجة الصوتية ودورها، لأن هو أكتر سؤال بيجيلنا على الصفحة عندنا على رسائل ساوند بوكس. الفكرة بمنتهى البساطة، لو أنا عندي استوديو أو حتى عندي في البيت، في الاستوديو إحنا ممكن نسجل، ممكن نميكس، ممكن كمان نصور. في البيت ممكن أكون عايز أجرب تجربة شبه السينما شوية، يكون عندي روم حاطط فيها الشاشة بتاعتي أو التلفزيون والساوند سيستم، وعايز أسمع بأفضل طريقة ممكن إن أنا أسمع بيها. وبالتالي المعالجة الصوتية ليها دور مهم جدا علشان تساعدني على اني اقدر اسمع صح. نيجي بقى لدور المعالجه الصوتيه. احنا هنخلينا نتفق ان احنا هنقسم الامر لحاجتين. هنقسم الاول لو احنا عندنا استوديوهات صوتيه، الامر الثاني هنتكلم في كيانات غير الصوت زي مثلا مراكز التدريب لو انا عايز اعمل ده عندي في البيت وما الى ذلك. لو انا بتكلم الاول عن الاستوديو، فانا عندي مشكلتين هيواجهوني. المشكله الاولانيه هي ريفربيشن تايم، ان انا عندي صدى صوت داخل الغرفه بتاعتي، وصدى الصوت ده هيرجع لايه؟ هيرجع لان الاوضه فاضيه خالص، وحسب قياسات الغرفه ومساحتها هيبقى الصدى ده ليه زمن. انا محتاج ايه بقى؟ محتاج ان انا اسيطر على الزمن ده. الحاجه التانية هي ايه؟ بقى بتكلم على اني استوديو صوت، فانا عندي بعض الترددات هيظهر فيها بعض المشاكل، محتاج ان انا اعالج المشاكل دي علشان اقدر اسمع صح اثناء عمليه التسجيل او اثناء عمليه الميكس. لو انا بسجل اقدر اسجل الصوت بتاعي يبقى فلات ما فيهوش مشاكل، ولو انا بميكس اقدر اكون سامع صح وكل الترددات بتاعتي بنسبه كبيره مظبوطه. نرجع بقى ونتكلم عن لو احنا كيان غير استوديوهات الصوت. فلو انا بتكلم عن البيت او بتكلم عن مركز تدريب، فهنرجع ان احنا اولا لازم نسيطر على فكره الريفربيشن تايم، ما يكونش عندنا صدى صوت في الغرفه. زائد بقى نشوف هو الغرض اصلا من الغرفه ايه، انا هسجل ايه داخل الغرفه، وبناء على التسجيل ده هبدا اشوف القطع المناسبه للمكان اللي انا هسجل فيه او هصور فيه. يعني كمثال، لو انا في مركز تدريب، هل انا زي الصوت محتاج اسمع الترددات والفريكوينسيز بشكل مش عارف ايه؟ لا، مش محتاج ده. انا محتاج اسجل الصوت بتاعي او اصور الصوت بتاعي يكون فلات ودراي. نفس الفكره لو انا في البيت وعايز اجرب تجربه جديده عليا وان انا اسمع زي السينما او ما الى ذلك، في الحاله دي هسمع برضو كويس جدا، بس مش هيكون عندي نفس الدقه اللي هيحتاجها مهندس الصوت اللي موجود في استوديو صوت بروفيشنال. كان معاكم عمرو مراد، مهندس صوت ميكس وماستر. اي سؤال يخص علم الاكوستكس تقدر تبعته لنا على رسائل الصفحه ساوند بوكس، وان شاء الله نرد عليك في فيديو مفصل ونقدر نفيدك بابسط طريقه ممكنه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.